شيء وأعظم شيء بعد، إن الله لا يعجب من شاب غلبه النوم، يا جاي خلاص بينام، أيوة، فقام فتوضأ فصف رجليه أمام الله يصلي ركعتين، الله يعجب منه. جربها يا أبو راشد ولو ليلة، طف النت، توضأ، فتكون في هذا الوقت جاي من برا، تنسى همومك كلها وتوقف وتصلي، وإذا سجدت طول في سجودك، واشكو قلبك، اشكو حالك. البعض يقول أنا ما أعرف أدعي، يا أخي اللي يطلع من قلبك ترى هو أبلغ. الله سبحانه وتعالى بيفهمك، يفهمك بأي عامي لغة. عادي، يعني بأي يا لغة. رب يا رب أرجوك أبي أتوفق في دوامي، يا رب أرجوك رفيجي اللي زعلان منه ما بيفهمني غلط، سولف معاه. نعم 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 نعم. إذا الناس تفهمك ما بالك بخالق الناس سبحانه وتعالى. فضفض، اللهم اشكو إليك قلبي، اللهم اشكو إليك همتي، اللهم اشكو إليك كذا جوارحي. خذ هذا السر بس. الله سبحانه وتعالى لعلمه أن احنا محتاجين، فأعطانا 99 اسم يلبي حوائجنا. فيا غني أغنني، يا كريم أكرمني. أدعي بأسامي. نعم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه. يا جبار اجبرني، يا رب اجبرني، اجبر كسري، اجبرني جبرا يليق بجبرك يا الله. يا ربي أنا المخطئ، يا ربي أنا العاصي، يا ربي أنا المذنب، يا ربي من لي سواك، يا ربي أنت ربي لا رب لي سواك، يا رب أنت وأنا أنا، أنت العواد بالمغفرة وأنا العواد بالمعاصي، يا ربي أنت وأنا أنا. انكسر أمام الله عز وجل، أعلن افتقارك لله عز وجل، تجد الرحمات والراحة النفسية وإن غلبتك عينك بدمعة، يا الله إن الله أعطاك 7 أبحر واستقرض منك دمعة فقحطت عيناك عنها. يا رجل أنت تحجز لك مكان تحت ظل العرش، عندما تخرج دمعة واحدة من عينك من خشية الله في يوم الشمس على رؤوس الخلائق بمقدار ميل. والحديث الصحيح 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنها رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أنت تحجز لك مكان بهذه الدمعة، كم أنت غالي عند الله عز وجل، كم أنت عظيم عند الله عز وجل. دمعة من عينك توقفك تحت ظل العرش، تحت ظل العرش، عرش الرحمن إكراما لك، سقف لك، تتظلل في ظل بدمعة واحدة في جوف الليل. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. خالي قلبه من الأغيار، خالي قلبه من المشاغل، خالي قلبه من غير الله عز وجل، خالي قلبه من الدنيا، فذكر الله. ما أجمل الذكر بالخلوات. لحظات السهر غالية فلا نرخصها بالغفلات. العلاقة مع الله عز وجل هي أجمل العلاقات. والله سبحانه وتعالى لما أردنا نبني علاقة معه أعطانا أشياء ميسورة. قال لا يزال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. نوافل، ما قال الصلوات، ما قال الفرائض في أوقات محددة في أماكن محددة، بالنوافل حتى أحبه. قال ولا يزال عبدي يتقرب، يعني لازم أنت تجيد بادر أول شيء إلى الله عز وجل، لازم أنت تجيد. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يا الله. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لا أعطينه، ولا استعاذني لا أعيذنه. أنت إيش تبي أكثر من هذا؟ تدري إيش يعني الله يحبك؟ الله يحبك يعني الله عز وجل ينادي في الملأ الأعلى وهو أعظم ملأ، وقبلهم على جبريل، يا جبريل إني أحب فلان، إني أحب عبد الله الغافري فأحبه. فيحبك جبريل، شيل السنة استحضر شوي، فيحبك جبريل إن شاء الله. ثم ينادى في الملأ الأعلى بين ملائكة لا حصر لهم. لما كلمك عن الملأ الأعلى عن ملائكة لا حصر لهم، لا حصر لهم، لا يعلم عددهم إلا الله عز وجل. إن الله يحب فلان، يحب عبد الله الغافري فأحبوه، فيحبونك أهل السماء كلهم. ايش سويت؟ أنت الأعمال الصالحة كانت بتوفيق من الله واصطفاء من الله وإعانة من الله سويتها. بس أنا بكلمك كم ربي رحيم. بعدين فيوضع له القبول في الأرض فيحبها للأرض. شخص ما بينك وبينه لا علاقة أسرية ولا تجارة، الله تشوفه تشوفه تقول يا أخي هذا الرجال دخل القلب. نعم، ليش؟ ما جاءت من فراغ.